الشيء اللي كيقولوه البربر فيما يتعلق بأصل الدارجة جايبينه من فكرة اللغات الكريولية كريول لانجويجيز. أشنو هو المعنى ديال اللغة الكريولية؟ اللغة الكريولية هي لغة عندها جميع مقومات اللغة بحال اللغات اللي معروفة وعندها بلاصتها، ولكن أصلها من واحد النوع ديال اللغات اللي كيتسماو اللغات البيجينية بيجين لانجويجيز. أشنو هو المعنى ديال اللغة البيجينية؟ اللغة البيجينية هي لغة كتنشأ من اللي كيتلاقاو ناس عندهم لغات مختلفة، كتكون عبارة على لغة فيها في الغالب كلمات من اللغة الأعلى وماشي كتيرة، والقواعد ديالها جد مبسطة. أمثلة: مي سافي بارل فرانسي، moi va marche, toi vouloir manger, moi fini travail, li pas fini, toi aller marcher, moi faim beaucoup, moi pas comprendre, toi besoin l'argent, moi aller dormir. هاد اللغة ما كتستعمل إلا مع البراني. ملي يكون الواحد مع المجموعة اللغوية اللي كينتمي ليها كيستعمل لغته الأم. إلا كان هناك عدة مجموعات لغوية كتولي كل ديك المجموعات كتستعمل بيجين فيما بيناتها. الأمثلة اللي عطيت أعلاه عبارة عن بيجين معتمدة على الفرنسية باش يتفاهموا الفرنسيين وغير الفرنسيين فيما بيناتهم. هادوك اللي ماشي فرنسيين إلا كانوا كينتميو لعدة مجموعات لغوية كيوليو كيستعملوا نفس البيجين بيناتهم، الشيء اللي كيخلي البيجين تولي أكثر انتشارا من اللغة الأم لكل مجموعة. الجيل التالي كيتعلم وكيستعمل البيجين أكثر من لغته الأم، وكيبدا يغنيها بكلمات وبقواعد تخليه يعبر أفضل. والإغناء والتحسين كيستمر مع الأجيال المتعاقبة، وفي النهاية كتظهر اللغة الكريولية. واش الدارجة تكونات بهذه الطريقة؟ لا. مقارنة الدارجة المغربية باللهجات العربية في المشرق كتبين أن الاختلاف بينها وبين الفصحى اختلاف أصلي، يعني كان موجود في المشرق. شوفوا الفيديو منين جات الدارجة. مقارنة الدارجة المغربية بالفصحى كتبين أن في الدارجة أشياء فصيحة بشكل كبير جدا، وأنها من الأمور التي يصعب على غير العربي أن يتعلمها بسهولة ويضعها ضمن البيجين. مثلا التصغير: ورقة وريقة، كتاب كتيب، دار دويرة. ليقول الشخص الذي يستعمل البيجين وريقة كتيب دويرة سيقول ورقة صغير، كتاب صغير، نعم صغير، وليس صغيرة، لأنه من الصعب عليه التمييز بين الأشياء المذكرة والمؤنثة. وهذا الشيء كنلاحظوه في الشلوح اللي كيكونوا يلا تعلموا العربية الدارجة. حاجة من بين أصعب الأمور بالنسبة للشلوح هي استعمال الألف واللام، لأنهم ما كيفرقوش بين النكرة والمعرفة في لغتهم، وكون كانوا هما اللي صنعوا الدارجة كراه كل الأسماء اللي فيها معرفة كلها بالألف واللام. والحاجة الأبرز في أن الدارجة ماشي لغة كريولية من صنع وتطوير الشلوح طريقة النطق. لو أن الدارجة لغة كريولية من صنع وتطوير الشلوح كنا كلنا حنا المغاربة غنكونوا كنتكلموا بلكنة بربرية واضحة. الدارجة
لهجة عربية بامتياز، وما عند الشلوح حتى شي علاقة بها.